السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات الجمجمة في الملعب. وهتسألونا طالعين لوحدنا ليه؟ فين كابتن زيزو؟ ساعدونا عبدون الكواري. والله كابتن زيزو هيبقى موجود بالليل في حلقة بالليل، استنونا النهارده بالليل ان شاء الله حلقة فيها اخبار من نار. وهنتكلم احنا طالعين نتكلم عن الماتش بسرعة كده، ملخص الماتش سريعا. يعني الماتش اللي ما شافش الماتش ما فاتكش كتير، الماتش زي الزفت بالنسبة للاهلي ولا المصري. يعني احسن حاجه في الماتش النهارده اول ما الماتش بدا الجماهير. بصراحه الجماهير عملت اللي عليها اكتر من اللعيبه 300%. يعني الجماهير دي لو بتلعب تكسب اللعيبه، يعني لا حول ليها ولا قوه. ماتش سيء جدا بكل النواحي. الشوط الاول بدا الدقيقه 4 المصري بدا انفراد، معرفش ضاع ازاي تخش. يعني تالق الشناوي بصراحه، يعني تالق الشناوي، والشناوي بدا يفوق. محمد هاني في الماتش وحسين الشحات الشوط الاول 20 دقيقه فايقين، بعد كده دخلوا في غيبوبه كالعاده. رايك يا كابتن حموده في الشوط الاول؟ انا شايف اللي هو شوط يعني جيد بالنسبه للنادي الاهلي. ليه انت بتقول اللي هو شوط تعبان والكلام ده كله؟ بس انا شايف اللي هو شوط كويس. كولر شفنا افكاره في الشوط الاول، بس هي المشكله ما عندوش اللعيبه اللي تنفذ. انت عندك محمد شريف، الفرصه اللي ضيعها دي، محمد شريف اسوأ لعيب في الاهلي طول الماتش حتى من ساعه ما خرج. سيء محمد يعني. شريف برونو بصراحه خط فساد هجوم من النادي الاهلي. يعني اللعيبه دي لو بتلعب ضدنا مش هتبقى بالكفاءه دي. انت عارف يا كابتن احمد مشكله برونو في ايه؟ مشكله برونو مش اللي هو اتوظف غلط، هو مش جناح، هو برونو افضل مكان ليه يلعب مهاجم تاني. برونو قفشه في الملعب. ما الاثنين ما ينفعوش، الاثنين في الملعب تحس ببطء الهجمه للنادي الاهلي بطريقه صعبه. لكن انت عندك برونو لو لعب كمهاجم تاني، هو برونو خطورته من غير كوره اصلا، المساحات اللي هو بيجري فيها الكلام ده بيعرف ايه يسحب المدافعين معاه، بيخلق مساحات، هو دي خطورته. لكن ما تلعبلوش جناح هو واحد على واحد مش قوي فيها، مش زي احمد عبد القادر. احنا شفنا احمد عبد القادر لما نزل عمل خطوره ازاي وبقى فيه افضليه للنادي الاهلي. لكن انت بتتكلم في برونو، انت اصلا فاتح الملعب على الطرفين، حسين الشحات هناك وبرونو هناك فاتحين الملعب والباكين. طب ايه رايك في نهايه الماتش، في نهايه الشوط الاول وهجمه قفشه والشحات والفشل الذريع ان انت عندك اتنين لعيبه رايحين انفراد، الاتنين رايحين انفراد. قفشه طبعا احنا عارفين ما بيحبش يمشي لقدام، بيحب يلف لورا. راح وقدام الجول يبصيها له، وبصها له بصه زي الزفت زي الزفت. هو وحسين الشحات طبعا ما اعرفش حطها بره ازاي والجون فاضي، بس انا مش هو فاهم. من الاول قرار خطا بالنسبه لقفشه. ليه انت الجون قدامك؟ ما تشوت يا عم، شوت. الكره يعني الكره بتاعتك جون 100%، بتبصيها ليه؟ انت كده هنقول عليك جامد يعني ان انت مش اناني والكلام ده. ما تلعب يا عم، الجون قدامك فاضي، شوت. ده هو كان افضل من حسين الشحات. هيجيب جون امتى؟ لا انت دلوقتي لعيب قدام الجون لوحدك، هتعمل ايه؟ هتجيب جون امتى؟ مش عارف. ورجليك انت يعني رجليك مش ما تظبط رجليك يا عم. شوتين ثلاث شوط في شايط، ثلاث مرات في الماتش سيئين جدا. فين الكلام؟ ما يتدربوا على الكلام ده يا كابتن. لا والشوط الثاني يا كابتن حموده دلوقتي لحد الماتش ما فيش اي حاجه تذكر لحد الدقيقه 62. التغييرات: محمد شريف خرج نزل شادي حسين، برونو خرج نزل احمد عبد القادر، ياسر خرج، اضطراري نزل رامي ربيعه اللي هو اصلا عايز يمشيه. وعندك مغربي. فين مغربي؟ معلش انت جبت مغربي رجعته، رجع هيلعب المفروض. انت دلوقتي رامي ربيعه هتمشيه، بتلعبه ليه؟ الاولى مين اللي يلعب؟ هو الناشئ اللي طالع. الناشئ اللي طالع هو خلاص ما بقاش ناشئ بقى، خلاص ده عدى ال 20 سنه يا كابتن. احنا هنا عندنا في مصر اي حد عنده 21 سنه 22 سنه بنقول عليه ناشئ. يعني انا في ايه؟ 30 تحت ال 30 ناشئ تحت ال 30 بيعملوا لهم دوري خاص بيهم. يعني خلاص اللعيب كبر هيلعب امتى؟ لا الشوط الثاني هم التغييرات فرقت شويه. انت شفت احمد عبد القادر نزل قدمها، ويعني شادي حسين يعني هو ضيع كورتين. يعني حرام اللي بيحصل ده والله يا جماعه. احنا عايزين مهاجم قوي، مش هينفع نكمل بقيه السيزون بالمهاجمين دول بصراحه. انت رايح كاس عالم بلعيبه ما بتعرفش تجيب انفراد، بالتغييرات ما بتعملش في اي فرق خالص. نزلت شادي، خرجت محمد شريف،
ما عملش اي حاجه في الملعب. اللهم شادي حسين ده بس عنده سن ان هو بيفهم كوره. محمد شريف ابيض يا وردي، مفيش اي فكر مفيش اي فكر خالص ان ده يبقى مهاجم النادي الاهلي قسما بالله. 2 جنيه وربع سيء. وعندك الكره بتاعت احمد عبد القادر اللي هي الانفراد اللي يعتبر ضيعها دي، اللي صلحها له شادي حسين بدماغه، كره حلوه بس احمد عبد القادر بتلعبها في النص، ما تلعب في الضيقه. هو العب في البعيده. زي بيقول لك تالق جاد ايه اللي تالق؟ دي لعبها في النص، هو شايطها فيه والله. اللاعب شايطها في الحارس، هو الحارس ما صدش حاجه في النص، ما تلعب في اي حته يا عم. الجون بص قد ايه، بسم الله ما شاء الله، يعدي جمال. وفي ايه يا كابتن احمد عبد القادر، بالعقل كده الله يرضى عنك. هي هجمه بتيجي في الماتش خلصها. هو الماتش كله فيه هجمتين، هجمه للمصري وهجمه للنادي الاهلي. لا وانا عندي نقطه بس، المفروض لا يعني كولر ينبه اللعيبه، يعني كولر يشتغل عليها ذات نفسه. الهيد اللعيبه في، يعني شفت حمدي فتحي ركب الكره ازاي، الكره جون خلاص اللي في اخر دقيقه دي المفروض. طب حمدي فتحي ما بيلعبش يا كابتن، وما فيش هو قاعد مريح بقاله ما فتره. بتكلمش بقى ما بيلعبش او بيلعب، هو رجليه في الملعب. اللي كولر المفروض يمرنهم على الرأسيات، مش هينفع يكون كل لعيب يجيب له الكوره. في الدقيقه 83 بتنزل حمدي فتحي وتخرج عمرو السوليه في الدقيقه 83 وتنزل ميسي. يعني معلش فاضل 7 دقايق على الماتش، اللعيب بينزل تغييراته متاخره جدا. ال7 دقايق ده المفروض يعمل فيهم ايه؟ معلش 7 دقايق انا هنزل اعمل ايه؟ التغيير دي نقطه سلبيه في كولر، تغييراته بتبقى متاخر. هو مدرب عنده افكار وشفناها، بس ما عندوش اللعيبه او الادوات اللي هو يقدر يستخدمها. انت دلوقتي عندك يا كابتن حموده بتنزله في الدقيقه 83، كابتن حسام حسن طبعا خلاص يوم القيامه جه، الدقيقه 80 جت خلاص، اللي يفوت جحفده انصاص موت. والكابتن ابراهيم بره بيعمل تغييرات في الدقيقه 94 و95 يحسسك ان كمان دقيقه يوم الحكم هيصفر يوم القيامه هيجي علينا. عشان تعرف ان الكره في مصر ماشيه ازاي، لما تيجي في الدقيقه 94 وكابتن سعفان الصغير يقول لمحمود جد اقعد اعمل نفسك مصاب، هو ده كوره. احنا كده عمرنا ما هنتقدم. يعني شفنا الدوريات السعوديه بيحصل والله دي كلاحه والدوريات بره. بس اقول لك على حاجه يا كابتن حموده، اقول لك على حاجه يا كابتن حموده، ده جزء من كره القدم ما نقدرش ننكره. وهو كابتن حسام بسم الله ما شاء الله استاذ في الموضوع ده، استاذ في كلاحه كره القدم. خلاص الدقيقه جت 80، لو مين بيلعبوا مين خلاص شكرا. وانت اللي بتحط نفسك في الحته دي يا كابتن حموده، ان الاهلي بتضيع. ما انت معاك 90 دقيقه، انت في ايه؟ لا ما انت انت عارف الاهلي عايز مهاجم بس يقدر يفنش، عايزين نفنش والله. مهاجم قوي عايزين، لازم مش هينفع نقول السيزون ده. التحكيم رايك ايه في التحكيم؟ لا كابتن وليد عبد الرازق التحكيم سيء جدا. اصلا الكابتن يعني الحكم ده بيحكم درجه ثانيه ومنتوشه ناشئين، انت جابه من منطقه الاسماعيليه. الحكم ده عايز اقول لك معلومه، المعلق انا بيقول لك 10 سنين في الدوري المصري اول ماتش حكمه للاهلي. ماتش زي ده جايبه ماتش الاهلي والمصري جايب حكم اول مره يحكم للاهلي. انا مش فاهم اللي بيعين التحكيم ده ظروفه ايه. وعندك حمدي فتحي هو اللي بيزعق معاه في اخر الماتش، راح يدي محمود متولي انذار. اهو محمود متولي غاب عن مباراه الزمالك. محمود متولي معاه خلاص كده خد الانذار ده، غاب عن مباراه الزمالك. فالحكم سيء جدا. هنستنى جلاتنبرج نشوف هنقول ايه في اخر الجوله. ما تنسوش في اخر الحلقه دعما، دي حلقه سريعه يعني، دعما لاخواتكم سبسكرايب وشير ولايك، وان شاء الله استنونا بالليل حلقه نار وهيبقى موجود سعدون عبدون الكواري وكابتن حموده نجم نجوم السباحه في مصر. السلام عليكم.